لو حجزت تذكرة السفر مع صاحبك الغيها فورا. لا بجد الموضوع ممكن يتقلب من حاجة سعيدة جدا لحاجة تعيسة جدا. تعالوا احكي لكم قصة شادي سافر لندن هو واحد صاحبه قرر ان هو ينزل يشتري اكل. شادي زهق من القعدة في الاوتيل فقرر ان هو ينزل يتمشى. فضل يتمشى شارع التاني التالت لحد ما لقى ان الشوارع كلها بقت شبه بعض وادرك ان هو تاه. شادي طبعا ما عندوش اي لغة، فضل ولا عارف يوصف للناس الاوتيل فين ولا عارف يفهم منهم اي حاجة، وفضل تايه حبة حلوين لحد ما اضطر ان هو يقعد في الارض وخلاص. بعد 4 ساعات شادي راجع على الاوتيل بس مش لوحده، مع الشرطة لان هم جم اخدوه لما لقوه قاعد في الشارع لوحده. طبعا شادي بعد الموقف ده اتعقد وبقى حاسس ان هو مش عايز يسافر تاني ابدا. انا عايزه اقول لكم يا جماعه انه اللغه هي مش رفاهيه، هي ممكن تكون مصدر امان ليك بشكل قوي، بالذات لو انت في بلد غريبه ما بيتكلموش نفس لغتك. قبل ما تسافر لازم تكون متاكد كويس قوي ان انت بتتكلم اللغه، مش لازم بطلاقه بس عارف الاساسيات، اروح ازاي، اطلب ازاي، وهكذا. ابعت لنا كلمه سفر وهنرجع لك بالتفاصيل اذا انت حابب تاخد كورس محادثه قبل ما تسافر.